ازاي لسه لحد دلوقتي بتشتريه من بره وهو بيتعمل في البيت بأقل من نص تمنه؟ صلي على النبي وما تنسيش تحط اللايك. 3 كوبايات من المية العادية من الحنفية في كزرولة كده او طاسة تكون كبيرة شوية، هتنزلي عليها كمان بمعلقتين من السمنة يكونوا كبار كده حلوين ومعلقة كبيرة من الزيت، وتقلبي المكونات دي مع بعضها. بعد ما بتغلي بتنزلي عليها ب3 معالق من السكر، واول لما توصل درجة الغليان اللي انت شايفاها دي هتنزلي عليها على طول ب3 كوبايات من الدقيق. وخدي بالك علشان كل ما بتغلي بزيادة كمية المية بتقل فبتأثر معاكي في الوصفة. فحاولي كده تظبطي الكلام او تزودي حتى ربع كوباية مية تحسبا ان لو المية غلت بزيادة هتقل معاكي وهيأثر في كمية الدقيق اللي انتي حطاها. تبتدي بقى تعجني كمية الدقيق في المية والمكونات اللي احنا عملناها لحد ما توصلي للقوام اللي هتشوفيه دلوقتي. قوام كده اللي هو ما يبقاش فيه كمية دقيق متكتلة في حتة، وتكون العجينة بتاعتك مستوية كويس جدا. يعتبر انتي سويتي الدقيق في كمية المية والمكونات اللي احنا حطيناها، فلازم تاخدي كده عجينة لينة مفيهاش اي تكتلات من الدقيق. ركنتها كده شوية تبرد، وكمان هبتدي اعمل الشربات عشان انا عايزاه بارد تماما. فلحد ما العجينة الشو بتاعتنا تبرد ابتديت اجهز الشربات. كيلو من السكر نزلت عليه ب3 كوبايات من المية وعصرة ليمونة او ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، وكمان معلقة كبيرة عسل كلوكوز. سبتها تغلي من بعد الغليان 10 دقايق كده على البوتاجاز، وابتديت اسيبها بقى تبرد علشان خاطر اكمل بالوصفة بتاعتي، وهي طبعا وقت ما احتاجها الاقيها باردة تماما. جبت العجينة بتاعتي زي ما انتي شايفة، وابتديت بقى هحط عليها 3 بيضات على الكمية اللي انتوا شايفينها دي. لكل كوباية دقيق بكوباية مية وبيضة. حرفيا الوصفة دي تحفة جدا، وهقولك لو ما اخدتيش القوام اللي انتي شايفاه ده هتعملي ايه. ابتديت هنا اعجن الكمية بتاعتي، كل شوية بنزل بيضة بيضة لحد ما اشوف القوام اللي انتوا شايفينه ده. ما شفتوش من ال3 بيضات فلا كملوا. حطيت عليها كمان بيضة علشان خاطر انا حجم البيض بتاعي مش كبير قوي، فزودت بيضة تانية علشان اخد التلزيقة اللي انتوا شايفينها في العجينة بتاعت الشو دي. لازم تاخدي التلزيقة دي عشان تاخدي من بعدها بلح الشام او الاكلير يبقى معاكي ممتاز ونتيجته روعة. جبت البلبلة اللي انتوا شايفينها دي وابتديت احطها في الكيس بتاع الحلواني، وده كيس يعتبر استخدام مرة واحدة، بيتباع في اي محل مستلزمات حلويات. حطيت فيه العجينة كده، ولازم تستخدمي سباتيولا علشان خاطر العجينة دي بتلزق في ايديكي. انا هنا اتعمدت ان انا يعني اعجنها بايديا، لبست قلافز عشان خاطر المس واحس العجينة عاملة ازاي، وكمان علشان هتبقى تقيلة معاكي في المضرب. ابتديت اقطع بلح الشام زي ما انتوا شايفين في زيت بارد تماما، وهبتدي من بعدها ب5 دقايق بعد ما خلصت تقطيع اولع عليه على طول، وابتدي بقى اسيبه على نار متوسطة وارفع درجة الحرارة تدريجيا لحد ما توصلي للشكل واللون اللي انتي شايفاه ده. كان نفسي اسمعك صوت وحاجة كده اللهم بارك، مقرمشة جدا ومفرغة وتحفة. ابتديت هنا احطه في الشربات او السيرم بتاعه، بيبقى تقيل وبارد. نزلت على طول بعد ما طلعته وهو سخن، نزلت بيه على طول في الشربات. سيبته بالظبط دقيقتين على ما خلصت الحطة التانية بتاعة البلح الشام. الآلية بتاعته كان زي ما انتوا شايفين كده، حاجة كده مقرمشة ومفرغة من جوه، وصفة ناجحة ومقادير مظبوطة 100%. حاجة كده اللهم بارك هتعجبك جدا وهتشرفك لو في عزومة، كأنك حرفيا جايباه من بره. ملحوظة كده على السريع، ما بين القلية والتانية لازم الزيت يبرد تماما. لحد هنا الفيديو خلص، اسيبك في حفظ الله. جربوها ربنا يحسن ما بين ايديكم.